المانجا ملكة الفواكه بلا منازع، مفيش حد صغير وكبير إلا بيحب المانجا. طيب يا ترى مين اللي دخل المانجا مصر؟ وهل المانجا كانت فاكهة مصرية من الأصل؟ الإجابة هتصدمكم. برغم حلاوة المانجا وتعدد أنواعها اللي وصلت فوق ال30 نوع، إلا إن المانجا عمرها ما كانت مصرية الأصل. دي الحقيقة، هي أصلا فاكهة استوائية وما كانتش من الثمار اللي كانت موجودة في مصر من القدم. وفيه روايتين تاريخيتين لأصل دخول المانجا مصر وإمتى دخلت بالظبط. تقريبا سنة 1880، يعني من حوالي 130 أو 140 سنة لما بدأ المصريين يعرفوا يعني إيه مانجا. طيب مين أصلا اللي دخل المانجا مصر؟ الرواية الأولى بتقول إن أحمد عرابي لما اتنفى لجزيرة سيلان المانجا وعجبته جدا، فبعت البذور بتاعتها لأحمد باشا المنشاوي، وده كان أحد أعيان محافظة الغربية، وأحمد باشا المنشاوي زرعها في مصر، ودي تعتبر الرواية الأولى لدخول المانجا. ومش هقول الرواية التانية إلا لما تنزلوا تحت تضغطوا إعجاب واشتراك في القناة. أما الرواية التانية بتقول إن المانجا كان أصلها هندي، أول واحد زرعها في مصر كان إبراهيم باشا ابن محمد علي، هو أول واحد زرعها في حدائق القصر بتاعته بجزيرة الروضة في القاهرة. ولأن سبحان الله التربة المصرية وتربة مصر خصبة جدا، المانجا ظهرت زراعتها في مصر وبقى منها أنواع كتيرة كلها أجمل من بعض، وأجود الأنواع هي الأنواع المصرية حاليا، وانتشرت منها العالم كله. ومن كتر حبنا للمانجا عملناها عصاير، عملناها تورت، عملناها ايس كريم، عملناها حاجات كتيرة جدا. اي حاجة فيها مانجا بتتاكل. طب يا ترى ايه هي فوائد المانجا؟ اول فايدة ان هي بتحفز هرمون السعادة في الجسم، ودي حقيقة علمية. وتعالوا بقى نقول المعلومات بشكل علمي. العلماء فعلا اكدوا ان المانجا بتعزز صحة القلب، وبتحسن الهضم، وبتقوي المناعة، وبتحسن صحة البشرة والجسم. كمان هي مصدر غني جدا بالطاقة لأنها بتحتوي على كربوهيدرات، غنية بالفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم، فيتامين ج وفيتامين ب6 وفيتامين ه وكاف وألف. الغريب في المانجا إنها تعتبر الفاكهة المثالية لمرضى ضغط الدم، لأنها مليانة بوتاسيوم اللي هو بدوره بيقوم بموازنة السوائل في الجسم وانتظام ضربات القلب، ومفيدة كمان لصحة الجلد والعيون والوقاية من السرطانات. ومش بس كده، ده المانجا كمان يا جماعة مفيدة في موضوع الرجيم، هي مليانة ألياف فبتعزز الشعور بالشبع، وكمان بتحسن عمليات الأيض في الجسم. كمان مفيدة جدا لصحة الجلد والعيون والوقاية من السرطانات. هل دي بس فوائد المانجا؟ لا، ده حتى البذور مفيدة جدا لعلاج الالتهابات وفي علاج حالات النقرس. في وصفات شعبية بتقول إن طحن بذور المانجا، إضافة العسل ليها وأخذها مرتين يوميا تعتبر علاج قوي جدا للبواسير. الفوائد دي ما بتنطبقش على نوع واحد من انواع المانجا، لا، كل انواع فيها نفس الفوائد تقريبا. اما عن طريق الزراعه وتكاثر اشجار المانجا، فاحنا بناخد البذور ونفتح القشره الخارجيه ونغمرها بالميه او في مناديل ورقيه لمده حوالي 10 ل 15 يوم لحد ما تكون عندنا بذره بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده، وبعدين نزرعها في التربه، وكده عملنا عندنا شجره او شتله مانجا، واللي ممكن تبدا انتاجها بعد حوالي 4 ل 5 سنين من الزراعه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك بالقناة.